تمام. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو الجزء الثاني من اظهار اللي اوت هنتعلم النهارده ازاي نظهر الميه وازاي نظهر الشجر والفرش. طب تعالوا الاول نبدا بالميه او حمام السباحه. ده حمام سباحه كبير، لازم ناخد بالنا من كذا جزئيه. الجزئيه الاولانيه هي هنا اول هعمل بول لاير للبول عشان نعرف نشتغل. البول لازم تعرف انه بيكون له ضل لجوه، شيء كويس. معنى كده ان هو لازم يمشي على نفس الخط بتاع الضل اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده، واللي هو ايه؟ اللي هو جاي 45 من هنا. معنى كده انه الاجزاء اللي هتكون هنا على الناحيه اليمين دي هتكون غامقه، والاجزاء اللي هتكون على الناحيه الشمال دي هتكون افتح شويه. ليه افتح؟ لانه الجزء ده فيه شمس، الجزء ده الضل نازل عليه. تمام. فتعالوا نشوف ازاي نظهر. تمام، زي ما اتفقنا في الجرين قبل كده ان احنا عندنا باليت. الباليت دي بنشتغل بيها في كل لون. طب انا النهارده عندي حمام السباحه، اتفقنا ان في درجات فاتحه ودرجات غامقه. طب هنشتغل بانهي؟ فانا النهارده هسيب لكم في الصوره او في الديسكريبشن الباليت اللي انا بشتغل بيها في الميه. تمام، عملت سيلكشن، هاجي بالبراش بتاعتي وابدا ادي لون للبول كله مره واحده كده. تمام، عايز اخلي اللون ده هو افتح درجه عندي. لما اقف كده وادوس كالر لايبراريز هيبدا يجيب لي الدرجات الاغمق منه. تمام، اللي انا ممكن اشتغل بيها. فهاجي هنا ادوس براش وابدا اجي على الطرف بتاع حمام السباحه. اتفقنا الطرف اللي على الشمال ده هيبقى اغمق، وابدا اتحرك بايدي كده بشكل فيه موجه شويه. بعد ما عملت البول بالشكل ده كده، ممكن اقوم جاي بقى اضيف شويه تفاصيل. زي ايه التفاصيل دي؟ ممكن حمام السباحه ده يبقى فيه نافوره مثلا في اجزاء معينه، فممكن اجي حاجه مثلا بتعمل سبلاش، حاجات زي كده. ممكن كل فتره كده ابدا اضيف عشان ادي الافكت بتاع ان هنا في ميه او في فوم او كده. بعد كده قدرت اعمل ميه يمين وشمال حمام السباحه بالشكل ده كده. ممكن اجي على البول ذات نفسه وابدا بقى اعمل الانر شادو بتاعه، طبعا اخليه اقل شويه واتاكد انه واخد لون ازرق بالشكل ده كده. ممكن نضيف كمان ديتيلز شويه، ان انا ممكن اجي ببرش عاديه خالص واخليها رفيعه جدا، وابدا اجي ارسم. بس طبعا اوباستي ممكن حتى تكون قليله شويه، ان انا ابدا ارسم خطوط خفيفه خالص جوه حمام السباحه تدل بس على انه في زي موجه او حاجه زي كده. فده كده شكل حمام السباحه بعد ما عملنا له الافكتس بتاعته. دي الميه وده حمام السباحه ذات نفسه. تمام، عشان اعمل الميه الاول لازم يبقى فيه لاير هنا زي فيها صخور ورمله وكده، وبعد كده تبقى الميه. ما ينفعش يبقى الموضوع كده على طول على الميه. بعد كده اقوم جاي هنا عامل لاير اسمها ساند اند روكس. تمام، هاجي هنا اختار لون ترابي شويه بالشكل ده، اتاكد ان هو واخد ساتوريشن قليل. جميل، وادوس حرف البي برش. ابدا اجي على اطراف الجزء ده وهبدا الون بشكل عشوائي كده. تمام، انا كده عملت اللاير بتاعت الرمله والصخور بتاعتي بالشكل ده كده. تمام، وجيت على الووتر بالشكل ده كده. احنا اتفقنا ان احنا عندنا باليت شغالين بيها، فممكن اشتغل بالباليت بتاعتي برضو مره تانية. هاجي هنا طبعا انا مراعي ان انا عندي رمله وصخور، فهبدا ابعد عنها شويه.
تمام. احنا كده ادينا افكت المايه اللي احنا عايزين نشتغل عليه، ينقصه بس شويه تفاصيل اتفقنا عليها قبل كده، ان احنا نبدا نزود الموجه. فدي هنعملها ازاي؟ هنجيب لون ابيض زي ما اتفقنا قبل كده. حلو. المهم ان احنا دلوقتي خلصنا الووتر وعملنا الروكس وبرضو اشتغلنا على حمام السباحه، فدي نيجي هنسميها ووتر. جميل جدا. دلوقتي جه الدور على الفرش. بكل بساطه في ناس كتير قوي بتروح تنزل بلوكات من النت وكده. الموضوع بسيط خالص. انا النهارده لو عندي مثلا شازلونج زي ده حلو، لو جيت عملت سيلكت كده على الشازلونج ده كده اهو، عايز ابدا اعمل فيه تفاصيل. هعمل ايه؟ رقم واحد هبدا اديله لون. طب الفرنتشر بتاعتنا هنديها الوان ايه؟ ممكن نديها الوان بنيات بالشكل ده كده اهو. وممكن نيجي نعمل هنا مثلا بلون فاتح ولا حاجه، يبقى بالشكل ده كده. تمام. خلاص كده انا بقى اقدر اخد ده كده كبلوك واقدر اوزعه. طبعا احنا عايزين الموضوع يكون برضو راندم شويه، فمش هوزعه في نفس الاماكن، ممكن اخد اماكن مختلفه وفي الاخر هرجع امسح الباقي. جميل كده. الشازلونجات خلصت. طب البرجولات بنفس السيستم وبنفس الطريقه. هاجي هنا اعمل سيلكشن كده واجي اختار لون وليكن مثلا اللون ده واعمل كده وخليه تحت البرجوله. طبعا هنا احنا البرجوله بتاعتنا عايزين نخلي فيها افكت شويه، فتعالى كده نعمل حاجه اسمها بيفل. بيفل يعني ايه؟ يعني بيخلي الموضوع فيه جزء جاي ضوء وجزء جاي ظل. طبعا هو حلو بس احنا عايزين نعكس الدايركشن، فهنقول له خليه من الناحيه التانيه وما تمشيش مع تاني. هاجي هنا اقول له عايز بيفل، اعمل لي بيفل هنا كده بس ما تخلوش ماشي مع الظل، هاتهولي من تحت كده عشان يكون واقعي. ادي البرجوله بتاعتنا بتحكم هنا بالشكل بتاعها، فانا عايز اخليها كده. عايز اخلي الموضوع شارب. اللبس عايز اخليه شارب برضو. الناحيه اللي فيها نور فاتح اللي هو ده ممكن اخلي الاوباستي بتاعتي فاتحه شويه، والناحيه التانية اخليها غامقه شويه بالشكل ده كده، واقول له اوكي. شايفين شكل البرجوله؟ تمام. في ناس كتير بتروح تنزل بلوك، الموضوع مش مستاهل تنزل بلوك، دي حاجه احنا عرفناها النهارده. دروب شادو تمام، وهقول له الديستانس بتاعك خليه كده وقلل الاوباستي شويه اوكي. يبقى انا كده عملت البرجولات، عملت الشازلونجز بتاعتي تمام، والهارد سكيب عملنا المايه. ينقصنا ايه؟ ينقصنا الشجر. بشوف ناس كتير جدا بتقوم جايبه شجره من على النت بالشكل ده كده وتقوم جايه حطها عندها بالشكل ده وتبدا ان هي توزعها وتبدا تقوم عامله دروب شادو ليها. طبعا للاسف الشجر ده بيبقى شكله وحش جدا، وللاسف بيطلع برودكت زي ما شفنا في اول الفيديو ما بيبقاش جميل خالص. طب انا النهارده ايه البدايل؟ انا هسيب لكم في اللايبراري شويه شجر انا كنت راسمهم بالشكل ده. في كمان مجموعه تانية من الاشجار برضو بستخدمها، وليكن مثلا الاشجار دي برضو انا كنت مكرت الحاجات دي، فممكن نستعين بالاشجار شكلها الطف في المشاريع بتاعتنا. فانا النهارده هاجي عايز ابدا اوزع الشجر ده، فانا النهارده عندي اللاير دي وليكن مثلا هسمي دي بالم بالشكل ده كده وهبدا احطها عندي بالشكل ده. لو انا دوست الت وحركت كده هيبدا يعمل لي كوبي في لاير جديده. طب انا عايز اوزع بحيث ان انا برضو احافظ على الفايل بتاعي ما يتقلش. هعمل ايه؟ هدوس كنترول على البالم كده واسلكت واعمل موف. جميل جدا. انا كده قدرت اوزع النخل بتاعي. اجي على الشجره دي واسميها مثلا تري 1 واحطها هنا كده وادوس كنترول وابدا اعمل لها كوبي على حدود اللون اريا بتاعتي بالشكل ده كده.
جميل. ممكن اجي على الشجر او النوع ده من الشجر، اصغر حجمه شويه واخلي الدروب شادو بتاعه اقل شويه بالشكل ده كده، وادوس كنترول. في طريقه تانية ان احنا ممكن نعمل بيها شجر، وهي انه احنا نيجي على لير، على فايل فاضي مثلا بالشكل ده، ونيجي مثلا نرسم دايرة ونعمل لها مثلا ستروك بالشكل ده كده، ونيجي نقول له مثلا فلتر ديزرت ويف بالشكل ده، واجي ادوس حرف الدي واعمل نقطة في نص الشجرة بالشكل ده كده. جميل جدا، حلو قوي. بعد كده بكل بساطة هقوم جاي شايل الباك جراوند بتاعتي وجاي ماسح الجزء اللي جوه، ادوس كنترول، ادوس سي، انتر، واعمل كده. اجي هنا اقول له اديت. طبعا الاول اتاكد من الريزوليوشن، اعليها شويه خليها مثلا 300. اجي مثلا هنا اقول له اديت define brush preset واسميها 3 مثلا بالشكل ده كده. لو جيت هنا عندي شايفين بس ده بامكاني ان انا اعمل الشجره بتاعتي بالشكل ده كده بالبرش، ادوس ضغطه واحده تنزل لي الشجره. طب دي ميزتها ايه؟ ميزتها ان انا بكل بساطه ممكن اجي اقول له F5 كده واوسع المسافات ما بين الشجر بالشكل ده كده. جميل. وبعدين اجي اصغر حجم الشجره وادوس شيفت واتحرك بالماوس لفوق. ايه اللي حصل؟ بدأ يعمل لي كوبي للشجره بنفس الايه المسافات اللي انا كنت عايزها. جميل. لو انا عايز الون الشجر ده اعمله ازاي؟ هقوم جاي دايس دبليو او سيلكت على العلامه بتاعت سيلكشن تول، طبعا ده انا هسميه تري 4، واجي هنا اتاكد ان انا عامل سامبل اول لايرز، اقفلها وادوس في مكان كليك في اي حته وادوس كنترول شيفت اي زي ما اتعلمنا قبل كده. كده بقى عمل لي سيلكشن على الشجر كله بتاعي مره واحده. هختار كلر واضيف لاير جديده واقوم جاي ملون الشجر بتاعي بالشكل ده، وانزل اللاير دي تحت لاير الشجر بتاعي بالشكل ده كده. ممكن اجي على اللاير دي العب فيها شويه، فهقول له مثلا انر شادو واختار الزاويه تكون 45 تمام، يعني -1.35 بالشكل ده كده، واختار لون يبقى لون اخضر غامق شويه بالشكل ده كده، وازود الديستانس بتاعتي. حلو. وادوس دروب شادو اقلل شويه الديستانس عشان ده هيبقى شرابس صغيره، واقول له اوكي. دلوقتي اتبقى لنا ان احنا نيجي على الجزء ده، هو عباره عن منطقه فيها سلوب شويه. ازاي نعمل السلوب او المناطق المنحدره شويه بالجرين؟ اعمل ايه؟ هاجي بالبين تول، اجي بالبين تول واجي من هنا وابدا ارسم بالشكل ده كده. حلو. هعمل لاير جديد. الناس بقى تركز معايا، انا عندي برش هي عباره عن تهشير، عباره عن هاتش تمام، بنسل شيدنج. دلوقتي عباره عن ايه هي؟ لو انا النهارده جيت عملت كده، شايفين هو بيعمل تهشير تمام كده بشكل خطوط واخده الشكل ده. فانا هاجي هنا اقول له شيب داينامكس الاول واقول له باي دايركشن بالشكل ده كده. اختار لون غامق، اختار لون اخضر غامق شويه، وليكن مثلا حاجه عامله كده بالشكل ده كده، واقول له اوكي وادوس بي رايت كليك ستروك باس. هيقول لي عايز تعمل ستروك بالبرش، اقول له اوكي. هيقوم جاي عامل لي الستروك بتاعي بالشكل ده. شايفين الخطوط التهشير بقت عامله ازاي بالشكل ده كده. الكونتور كده خلصته. لا، ممكن ابدا ازود فيه شويه تفاصيل. لو انا خدت شجره من الشجر ده كده ودوست كنترول جي ورحت واخد الشجره دي
ومصغر حجمها شوية، وبدأت ان انا اوزعها على الاطراف بتاعتي. هاجي مثلا هنا كده، ايه اللي ينقصنا؟ ايه اخر حاجه تنقصنا؟ ممكن نضيف اشخاص البلو اب دي. اشمعنى اشخاص؟ لانه بشكل اساسي السكيل واضح ان هو كبير، احنا اتفقنا 1:100، فممكن يظهر فيه اشخاص. طب نجيب اشخاص منين؟ انا برضو هسيب لايبراري للناس ممكن ان هي تستخدمها. بالشكل ده اللايبراري دي فيها عناصر كتير جدا، هاخد منها الاشخاص اللي بتتحرك بالشكل ده. فهاجي مثلا على الشخص ده واسلكت عليه، واجي على المشروع بتاعي وابدا اضيفه كده. طبعا ناخد بالنا من السكيل شويه. طب اعرف منين السكيل؟ انا مثلا المسار ده عرضه 3 متر، وبالتالي الانسان عرضه 60، فممكن يبقى فعلا السكيل ده مظبوط. لحد هنا نكون كده خلصنا. اعتقد في فرق واضح جدا ما بين الاظهار اللي احنا اتعلمناه دلوقتي والاظهار اللي الناس كتير كانت بتشتغله قبل كده. اتمنى الناس تكون استفادت، اتمنى الناس تبدا تشتغل على الطريقه بتاعتها في الاظهار وتطور من جوده اللي اوتس بتاعتها. ولحد هنا تكون المحاضره انتهت. شكرا.